المطالبة القضائية، اعرف حقك قبل ما تخسر. لما ترفع قضيه سواء الحكم كان لصالحك او ضدك لازم تكون عارف ان بعدها في حاجه اسمها المطالبه القضائيه. ده المبلغ اللي المحكمه ممكن تطلبه منك او من الخصم بعد صدور الحكم عشان تغطي مصاريف الدعوه. امتى تدفع؟ اول ما بترفع الدعوه بتدفع جزء من الرسوم مقدما حسب قيمه الدعوه. بعد الحكم النهائي المحكمه بتسوي الحساب على اساس الحكم اللي اتخذ فعليا مش على اللي طلبته في الصحيفه. لو انت خسرت الدعوه غالبا هتدفع الباقي، وده بيكون عباره عن الرسم النسبي المتبقي. رسم الخدمات عاده بيكون نص النسبي، دمغه ومصاريف تانية. طب هي ممكن تتخفض؟ طبعا ممكن. امتى؟ لو الدعوه مش واضحه او في سبب قانوني لتقليل الرسوم. المحكمه ممكن تقلل المبلغ، او لو الدعوه اترفضت بدون حكم لاي طرف، مثلا لعدم الصفه او لترك الخصومه، غالبا هيتحسب عليك بس جزء صغير. غالبا اكتر من 75% من المبلغ الاصلي بيتخصم. طيب ممكن يعمل تصالح على المطالبه؟ اكيد. القانون بيسمح انك تدفع تلتين المبلغ خلال 90 يوم من اعلان امر التقدير، والباقي بيسقط تلقائيا. لو فاتت المده ممكن تطلب التقسيط على 24 شهر بس من غير خصم. طب امتى ترفع دعوه براءه ذمه؟ لو امر التقدير مخالف للقانون او طلبوا منك اكتر من حقك. هتقدم دعوه امام المحكمه الابتدائيه ضد وزير العدل ورئيس وحده المطالبه وهيئه قضاء الدوله، وتطلب الحكم ببراءه الذمه. بناء عليه بتلغي المطالبه ويرجع لك اللي دفعته والفوائد القانونيه. بس خليني انصحك شويه نصايح عمليه. لو وصلتك المطالبه احتفظ بصوره منها وامر التقدير والحكم الاصلي، وفورا اسال محامي. الدعوه سهله ونسبه نجاحها عاليه جدا، ولو عرضوا عليك التصالح بعد اعلان التقدير الرسوم هتوفر مبلغ كبير جدا، خصوصا لو المطالبه مقدره بالملايين. وافتكر اعرف حقك دايما، لان دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.